يا جماعة عايز أطمن عليكم، بنزل لكم فيديوهات وانتوا ما بقيتوش تشوفوها. طب انتوا كويسين؟ أنا عايز أطمن بجد. معاكم الشيف أبانوب، والنهاردة هنعمل طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص، إنما حاجة كده يا جماعة هشرفكم قدام أي حد. تمام؟ يلا لايك وكومنت وكمان شير وطمنوني عليكم برضو. عندي كده قوانص، عندي حوالي كده ربع كيلو من القوانص والكبد. هبدأ كده أقطعها، والكبدة أقطعها على 3 عشان ما تتهريش. عندي بقى طاسة على النار، نزلت عليها معلقة كبيرة من الزبدة وكمان معلقة كبيرة من الزيت. طيب قولوا لي لو شاطرين، ليه بننزل القوانص الأول ما بنزلش الكبد والقوانص مع بعض؟ اكتبوا لي. هبدأ بقى أدي تشويحة للقوانص بتاعتي بتاعة الفراخ، طبعا بعد ما غسلتها ولو فيها أي حاجة بنضفها. وبعد كده عندي بصلاية كبيرة، أنا بصوا مقطعها إيه قطع حلوة كده، يعني باينة في الأكل. عايزين تبشروها مفيش مشكلة. أول كده ما البصل بقى يبدأ ياخد كده اللون اللي هو الدبلان ده، هبدأ أنزل بالكبدة. وبعد ما نزلت بقى بالكبدة بتاعة الفراخ، هبدأ أنزل بشوية توابل. تفتكروا إيه؟ تعالوا أنا أقول لكم. عندي رشة بسيطة خالص من الملح، وكمان شوية من الكمون، كمان شوية من الفلفل الأسود، وآخر حاجة الكزبرة الناشفة، بتدي طعم حلو جدا للطاجن وللكبد وللقوانص. هبدأ أدي تقليبة بقى، وعندي كده حوالي معلقتين 3 من الشوربة، هبدأ أحطهم علشان القوانص تستوي ما تبقاش نية فين في الطاجن. شايفين يا جماعة؟ أدي التقليبة واسيبها على جنب، ويلا بقى نشوف هنعمل ايه في اللسان عصفور. عندي بقى حلة على النار حلوة، هنزل عليها بشوية كمان من الزبدة وشوية زيت. بعد كده عندي بقى لسان عصفور. شوفوا خدوا كام عصفورة، خدوا منها اللسان بتاعها عشان ايه يوصل لنا الكمية دي من لسان عصفور. دول حوالي كيس لسان عصفور، اللي هو ايه ال 250 جرام، او يعني لو عاوزين تكتروا بتكتروا الاكياس. هبدأ كده ادي بقى التقليبة التمام. شايفين يا جماعة؟ انا عاوز اللسان عصفور يوصل للون ده، يكون ذهبي وكله ايه، كله زي بعض. ولازم كده اقلبه كل شوية عشان مفيش حاجة تبقى ايه بلون ولون. هبدأ عندي بقى شوية من الطماطم كده، هبدأ اقلب الطماطم مع اللسان عصفور لحد ما يوصل لونه احمر كده ومفلفل وزي العسل. عندي بقى الطاجن بتاعنا كده، بس قبل الطاجن بصوا بدأ ايه الكبد والقوانص تتشرب. الطاجن عندي بقى هدهنه كده زبدة، او لو عندكم سمنة مش مشكلة. هبدأ انزل بقى باللسان عصفور. بص اللون حلو وجميل وبجد حلو جدا. طب هتقولوا لي انت ليه ما حطيتش ملح؟ هقول لكم استنوا بس اتفرجوا على الفيديو. هبدأ كده احط بقى الكبد بتاعتنا والقوانص، طبعا دول ايه استووا حوالي نص كده تسوية، وخلاص دخلوا في ايه، دخلوا في السوا، هيستووا مع لسان عصفور. عندي بقى شوربة فراخ، وهجاوبكم بقى ليه ما حطيتش، علشان شوربة الفراخ دي فيها ايه، فيها ملح، فانا عشان كده ما حطيتش ملح فين في لسان عصفور. عايزين تحطوا شوربه لحمه تمام، عاوزين تحطوا تكتروا الشوربه الكبد والقوانص وتحطوها مفيش مشكله. هقفلها كده بورقه فويل وادخلها على الفرن على درجه حراره 180، بيقعد من تلت ساعه لحد نص ساعه. وبعد كده بيطلع زي ما انتم شايفين. هبدا كده رشه بقى بقدونس مع كزبره ناشفه، بيطلع حلو وجميل وزي العسل بجد. انا عايزكم تجربوا الفيديو. لو عجبكم الفيديو والوصفه اعملوا لها شير لكل حبايبكم. باي باي.